اسمحوا لنا الاول احنا معانا على التليفون استاذ محمود مسلم. طيب معانا على الهواء استاذ محمود مسلم رئيس تحرير المصري اليوم، المشارك طبعا في الوفد الاعلامي المصاحب للرئيس. برحب بحضرتك معانا يا استاذ محمود، مساء الخير. وعايزه اعرف يعني اهلا وسهلا بحضرتك. بنقول في استقبال شعبي واستقبال رسمي، فلو حضرتك كده تلخص لنا اللي حصل النهارده واللي لمسته على الارض من تطورات بخصوص هذه الزياره. أنا أعتقد النهارده هناك نجاح لهذه الزيارة في ألمانيا. هناك لقاء تم الصبح بين الرئيس السيسي والرئيس الألماني، عقبه لقاء آخر بين الرئيس السيسي والمستشارة أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية، وثم لقاء بين الرئيس السيسي ونائب المستشارة الألمانية ووزير الاقتصاد في وسط رجال أعمال مصريين وألمانيين. أعتقد النهارده المؤتمر الصحفي اللي تم بين الرئيس السيسي والمستشارة ميركل كان الحدث الأهم اللي قدرنا نعرف منه معلومات كتيرة. تمت أسئلة. الرئيس السيسي اتسأل عن أحكام الإعدام وهل يمكن أن يعفو عن الدكتور محمد مرسي، وقال بشكل واضح أنه لا يستطيع أن يقفز على الوقت ليقرر ذلك الآن، كل حاجة طبقا للظروف المناسبة والمناخ المناسب. الأمر الآخر، المسؤول عن الإعدام قال إن هي مش نهائية وإن لسه في درجات، وإن الإرسال للمفتي لاستطلاع رأيه وإن هناك لسه درجات تقاضي، وتحدث بشكل واضح عن الديمقراطية وقال إن إحنا كمان عايزين ديمقراطية وعايزين يعني نحترم حقوق الإنسان وإن كان مصر فيها ظروف صعبة. المستشارة ميركل أكدت إن ألمانيا بترفض عقوبات الإعدام، وأكدت إن أكثر من مرة إن مصر دولة مركزية ودولة محورية، وطبعا قالت إن المصريين خرجوا بالملايين في الشوارع. الرئيس السيسي أيضا تحدث عن إن الفاشية الدينية كانت ستؤدي بمصر إلى حرب أهلية، وإن الجيش المصري ليس كما في بعض الدول، هو جزء من الشعب والشعب جزء من الجيش، وإن وضعه مختلف وما كانش يعني يقدر يتخاذل في مثل هذه الأمور. كمان الرئيس السيسي وجه الدعوة للمستشارة ميركل لزيارة مصر، وهي قالت إن احنا يعني محتاجين إلى آلية منتظمة لاستمرار النقاش حول الأوضاع في مصر. امبارح كمان كان عندنا لقاء مهم مع نائبة رئيس البرلمان الألماني. تم اللقاء في مقر الجامعة الألمانية، نظمه الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية، وكان بحضور عدد من رجال الأعمال وحزب المصريين الأحرار. واتكلمت أيضا نائبة رئيس البرلمان الألماني عن أن طبعا قالت أنا لست موالية للإخوان، لكن وتؤيد أن يتم التعامل مع العنف بكل قوة بشرط أن لا يتم يعني اتهام أبرياء في هذا الأمر، وأن يتم فتح حوار مع المعارضين. يعني أعتقد أن الأمور في ألمانيا مختلفة. ده طبعا صاحبه مظاهرات مؤيدة للرئيس ومظاهرات رافضة للرئيس السيسي في كل مكان كان بيروح فيه الرئيس. لكن بشكل عام أستاذ محمود كصحفي ومتابع برضو لتطورات الموقف على الأرض هنا وفي ألمانيا اللي كان متخوف بخصوص الزيارة ونتائجها، هل من متابعتك ورصدك لردود الأفعال يعني على كل المستويات هل نقدر نقول إن احنا وفقنا في إيضاح وجهة النظر المصرية من خلال طبعا الانتقادات اللي كانت بتوجه لنا مؤخرا؟ أنا عايز أقول لحضرتك إن الصبح كان في لقاء، كان في بعض الصحف الألمانية معلقة، فوصفت الوكالة الألمانية أو وكالة الأخبار الألمانية وصفت الرئيس السيسي بالضيف الصعب، وأنا أعتقد إن هو كان وصف دقيق، لأن ألمانيا هي أبعد دولة أوروبية عن ثورة 30 يونيو. إيطاليا يعني بقت يعني مؤيدة للنظام ومستوعبة ما يحدث في مصر، كذلك شفنا فرنسا وطائرات الرافال، شفنا أسبانيا وموقفها. ظلت ألمانيا وهي الأكثر قوة في الاتحاد الأوروبي موقفها بعيد. عشان كده النهارده وصفت الوكالة الألمانية بالرئيس السيسي بالرئيس الصعب أو الضيف الصعب. أعتقد أن بعد اللقاءات اللي أجراها الرئيس النهارده الأمور يعني تحسنت، ما نقدرش نقول يعني تحسنت بالنسبة قد إيه، لكن أنا شايف ان من خلال تصريحات المستشارة ميركل ان الامور في تحسن. الالمان بدأوا يستوعبوا، وده يمكن اللي قاله الرئيس السيسي، قال احنا يمكن مقصرين في ان احنا نوصل لكم الواقع في مصر.
وقال ان لولا المصريين خرجوا بالملايين لمكافحه الفاشيات الدينيه لكانت للمنطقه شأن اخر. فاعتقد ان وده باين يمكن من عقود اللي تمت النهارده، تم توقيع عدد من العقود طبعا مع سيمنز وغيرها من الشركات، باين في الاقتصاد. وهي حتى المستشاره ميركل نفسها قالت ان احنا سندعم مصر اقتصاديا وسندعم مصر علميا، وده هيتم من خلال اللقاءات التي سيعقدها الرئيس السيسي مع عدد كبير من رجال الاعمال. طيب اللي كانوا بيقللوا من أهمية هذه الزيارة أو حتى اللي كانوا بينصحوا الرئيس أنه ما يتجهش لألمانيا في ظل اللي احنا بنشرحه والخلفيات اللي كانت موجودة، نشرح ازاي أو نقول ازاي الزيارة دي وتبعاتها، وازاي مش بس بتغير في الموقف الألماني لكن سياسيا واقتصاديا زي ما أشرت؟ يعني أنا برضو بستغرب إن بعض الناس حملوا بعض الأمور أكتر مما تحتمل، والبعض بدأ يعني كعادة البعض ان هم يعني يختزلوا الزيارات في امور سخيفة ويضعوا الهزل في موضع الجد، واللي يتنقور والسخرية يعني في امور يعني لا تعد تحتمل. هذه الزيارة زيارة مهمة جدا لمصر في هذا التوقيت، المانيا دولة مهمة لمصر في هذا التوقيت، كان ضروري ان احنا نوصل وجهة نظرنا. انا نفسي عندي وجهة نظر ان المانيا عندها معلومات كتيرة مغلوطة عن مصر، وانا جيت المانيا بعد 30 يونيو كتير وعارف قد ايه المعلومات المغلوطة وقد ايه عندهم موقف احيانا كان يكون اكثر تشددا من الامريكان نفسهم. فكان يجب المواجهة ويجب ان هم يعرفوا، هم اصروا على معلوماتهم المغلوطة، ده امر يعني يخصهم، لكن احنا كان يجب علينا ان احنا نبادر، وبالتالي الزيارة كانت مهمة. البعض كمان اللي كان يعني بيسخر من وجود مجموعات هنا، لا يعني فعلا لو في مجموعات جت من كل اوروبا، والرئيس حياهم النهارده في خلال المؤتمر الصحفي لتأييد الرئيس، وانا لو شايف ان الناس دي لو كانت ما جاتش واللي جم من كل اوروبا واللي جم من المانيا عشان يدعموا الرئيس ويدعموا الدولة المصرية قبل الرئيس، ان كان هيقف تنظيم الاخوان. النهارده تنظيم الاخوان مجمع ناس من تركيا ومن جنسيات اخرى ليهاجموا الرئيس السيسي ويهاجموا الدوله المصريه، فكان اولى بالمصريين هم يبقوا موجودين. البعض اللي اختزلها في مجموعه من الفنانين، يعني انا يعني لا احبذ ذلك، لان هناك ايضا موجود هنا علماء مع الرئيس السيسي، موجود هاني عازر، موجود الدكتور سمك، موجود عدد كبير من العلماء، موجود رجال اعمال، موجود كتاب، موجود اعلاميين، يعني كل فئات الشعب موجوده في الزياره، فلا يجب ان احنا نختزلها في امور بسيطه. بالعكس كل الناس المصريين هنا لو حضرتك تشوفي فرحتهم وبهجتهم ان هم بيشوفوا مصريين وبيشوفوا فنانين وبيشوفوا غيرهم، كانت فرحه كبيره وفرحه عامره. الناس يا دوبك بيعبروا عن حبهم لمصر بمثل هذه اللقاءات. في المقابل النهارده مثلا في المؤتمر الصحفي الاخوان يعني شابه اخوانيه حاولت ان هي تعطل المؤتمر، وده نهج الاخوان اللي هو ما بيقدرش ياخد حاجه بالتفاوض، فبيضطر عايز ياخدها بالعافيه، عايزه تاخد الكلمه بالعافيه. فكانت هي بحكم ان هي يعني تابعه لالمانيا، فكان المفروض المساعده بتاعه المستشاره ميركل هي اللي تديها الكلمه، عندما ما اديتهاش الكلمه بدات تنفعل وتزعق ويعني وتغلط وكده. وايضا كان هناك مظاهره منذ قليل اخوانيه في شوارع برلين، حاولوا يحتكوا ببعض زملائنا، سمعنا منهم الفاظ يعني بذيئه طبعا لانهم يتحدثون العربيه والشرطه الالمانيه مش عارفين العربي، ودي يعني عاده الاخوان عندما يعني برضه قول لي مدى قوتهم او عددهم هناك، يعني قدروا يعني حضرتك اديتني شويه حوادث كده متفرقه بصراحه. الصبح طبعا كان اعداد المصريين امام الرئاسه الالمانيه اكبر بكتير من اعداد الاخوان، يعني احنا مثلا كنا بنتكلم عن مئات من المصريين مقابل 20-30 من الاخوان من جنسيات مختلفه، دول اللي بيأيدوا الدولة كلهم مصريين هنا بيأيدوا من جنسيات مختلفة. لما رحنا قدام البرلمان وقدام المستشارية نفس القصة، كانت أعداد كبيرة من المصريين، يمكن يعني أعداد الإخوان كانت أقل، لكن منذ قليل كانت هناك مظاهرة إخوانية في شوارع ألمانيا كبيرة طيب نوعا. أخيرا خلينا في الجانب الإيجابي أستاذ محمود، إيه اللي هيحصل بكرة إن شاء الله؟ بكره الرئيس هيلتقي برئيس الاغلبيه في البرلمان الالماني، واعتقد انه يعني عنده لقاءات ثنائيه ثم سيغادر الى المجر. وان شاء الله نتابع مع حضرتك ونعرف كل التفاصيل. زياره موفقه وناجحه باذن الله تعالى. شكرا جزيلا.